فكرة تحريك الأشياء بالعقل أو التحكم في الأشياء عن طريق المخ بتاعنا، فكرة طبعا أو قدرة خاصة بالخالق سبحانه وتعالى، أو بمفهوم الآلهة لو عند الأشخاص. وتناولتها كتب الخيال العلمي مرات كتير، وشغلت بال البشر لأنه امتلاك قدرة زي ديت يمكن تخلي العالم يشتغل بشكل افضل، ويمكن تخلي حياة الناس بشكل افضل. وكمان ضمن القدرة ديت هي فكرة تحويل اي شيء لشيء اخر. فاذا امتلكنا قدرة تحويل الاشياء لاشياء اخرى، انت مثلا ممكن يبقى عندك صخرة تحولها لذهب فتكون ثروة، عندك صخرة تحولها لطعام لو انت جعان. فالقدرة ديت تناولتها كتب الخيال العلمي وشغلت بال البشر في اوقات كتير. فهل فكرة امتلاك قدرة زي ديت ممكنة علميا ولا لا؟ هنشوف مع بعض. في البداية كانت فكرة التحكم بالأشياء عن طريق العقل وتحريك الأشياء عن طريق العقل، كانت تقدر تقول كانت شغلانة السحرة والناس اللي هم بيدعوا امتلاك قدرات روحية أو قدرات فوق البشر. كان في مثلا على سبيل المثال كان في ساحر كان بيدعي ان هو بيقدر يتني المعالق عن طريق قوة التفكير. فاستضافوه في برنامج مع شخص تاني كان شغلته ان هو بيكشف اسرار السحرة والناس اللي بتدعي الروحانيات ديت. فجاب المعالق بتاعته وكان راح يقدم العرض بتاعه، لكن الراجل اللي بيكشف السحرة ده قال له ممكن اشوف المعالق بتاعتك، وبدلها له بمعالق تانية. فالراجل الساحر دخل عايز يتني المعالق بقوة التفكير بتاعته، فحاول مرات كتير ما قدرش. فاعترف له انها كانت خدعة بصرية مش اكتر، لكن هو ما عندوش القدرة ديت. وحتى كمان في شخص حط جايزة $1,000,000 لأي شخص يقدر يجيب فعلا عمل روحاني بجد، أو يقدر يحرك الأشياء عن طريق مخه، أو يحول شيء لشيء بس بطريقة حقيقية مش عن طريق الخداع البصري. لغاية دلوقتي محدش خد الجايزة لأنه محدش عنده القدرة ديت. في عالمة نفس تانية مهتمة بفكرة القدرات ديت، عملت تجربة، جابت في غرفة مقاييس لدرجة الحرارة، بتقيس درجة الحرارة، مقسمة درجة الحرارة الواحدة لمقياس من 1 ل 100، وجابت مجموعة أشخاص بيدعوا إن هم يقدروا يغيروا درجة الحرارة بتاعة المقاييس دي عن طريق التفكير. فما بين كل الأشخاص اللي ادعوا إن هم عندهم المقدرة ديت، في شخص واحد قدر يرفع بعد عناء طويل، قدر يرفع درجة الحرارة مقياس 10 درجات على مقياس 1/100. فهي تفخرت بالتجربة ديت، واعتقدت انه فعلا الشخص ده بيمتلك قدرات هي التحكم في الاشياء عن طريق العقل. لكن مع العلماء ما اقتنعوش بالتجربة دي، وقال ان هي ممكن تكون محل صدفة او اي حاجة، ما هياش. وبعدين درجة واحدة 10 درجات من 100 من درجة واحدة مئوية ما هياش حاجة. انت ممكن مجرد ان انت جسمك سخن واقترابك من المؤشر ممكن درجة حرارته تزيد. فكرة التحكم في الأشياء عن طريق العقل تقدر تقول إنها ممكنة علميا، لكن عن طريق وسيط، عن طريق إن إحنا يكون عندنا محطة مركزية لإنتاج الطاقة، يعني محطة بتنتج طاقة بكميات هائلة، ويكون في جهاز إرسال متوصل بمخنا للمحطة المركزية ده، بحيث إن إحنا نديله إشارات، مثلا يرفع العربية ديت، فمحطة الطاقة المركزية هي اللي ترفع العربية دي. وده ليه؟ لأنه أجسامنا صغيرة ما تقدرش حسب قانون حفظ الطاقة اللي هي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. أجسامنا الصغيرة دي ما تقدرش تنتج الطاقة الكافية اللي هي تكفي إن أنت ترفع جسم كبير زي العربية أو أي حاجة. فتقدر تستخدم وسيط زي محطة الطاقة المركزية ديت، إن أنت تقدر ترفع أشياء عن طريق مخك. لكن لغاية دلوقتي ما تقدرش تقول إنه أصلا الاتصال
ما بين مخك وما بين محطة للطاقة المركزية ده ما نقدرش نعمله دلوقتي. وكمان انه ازاي المحطة المركزية دي هتنقل التأثير بتاعك لأي مكان موجود في العالم، برضو دي حتة محتاجة ان انت تفكر فيها. لكن حصلت اختراقات في موضوع التحكم في بالاشياء عن طريق العقل. مثلا الكتابة على الكيبورد عن طريق التفكير نجحت في جامعة في ألمانيا، إنه في عالم وصل أقطاب كهربائية لأدمغة بعض الناس المتطوعين اللي كان عنده، ودربهم إن هم عن طريق التفكير الإشارات الكهرومغناطيسية اللي بيصدرها المخ لما بنفكر في حاجة، الأقطاب دي بتستقبل الإشارات وبتحولها لأوامر تاخدها الكيبورد. فالأشخاص فعلا اتدربوا وقدروا يكتبوا جمل بسيطة على الكيبورد عن طريق التفكير بس. وكمان في تجربة تانية، عملوا مشروع انهم زرعوا أقطاب في عقول القرود ودربوهم عن طريق يعني لما تيجي تدرب حيوان عن طريق المكافأة، ان انت لما بيعمل العمل اللي انت عايزه يعمله بتديله مكافأة طعام او حاجة. فدربوا القرود ان هم ازاي يتحكموا، زرعوا أقطاب في دماغهم ودربوهم ان هم ازاي يتحكموا في روبوت ارم او دراع انسان آلي لاسلكيا عن طريق الانترنت. وبالفعل نجحت التجربة دي، وقدروا القرود انهم يتحكموا في الروبوت ارم ده عن بعد. فده برضو كان اختراق في مسألة التحكم في الاشياء عن طريق العقل. لكن لما تيجي تقول ايه هو اهم الاختراعات في مسألة التحكم في الاشياء عن طريق العقل، كان جهاز اسمه برين جيت او بوابة العقل. والجهاز ده نجح ان هو يخلي اشخاص مشلولين غير قادرين على الحركة ان هم عن طريق التفكير بس يعملوا اشياء كانت عجيبة، زي ان هم يغيروا التلفزيون، وان هم يلعبوا العاب الفيديو، وان هم يقروا رسائل البريد الالكتروني. وكمان كانت في خطوة متقدمة ان هم يرسموا شكل شبه دايرة، ودي مقدمة ان هم يقدروا يكونوا قادرين ان هم يقدروا يرسموا عن طريق عقولهم. وجهاز برين جيت او بوابة الدماغ ده جهاز عشان تعرف تكوينه، جهاز بيتكون من شريحة سيليكون سمكها حوالي 4 ملم، فيها 100 قطب ميكروي، قطب في حجم الميكرو. ودي بتتحط في أعلى الدماغ وبتخترق جزء من قشرة المخ. وأي نشاط بيحصل في مخك بتلتقط شريحة السيليكون ديت وبتاخده عن طريق أسلاك ذهبية. الأسلاك الذهبية دي بتنقله لمضخم بيضخم الإشارة اللي جاية من المخ وينقيها، بتروح لكمبيوتر أو حاسب آلي. بعد عملية متنوعة من البرمجة، خلاص الكمبيوتر بيقدر يتعرف على الإشارات اللي أنت عايز تقولها له. وخلاص عرف إن أنت لما تعوز تحرك دراعك بتعمل إشارة كذا بتيجي في مخك، فالشريحة بتاعت السيليكون بتلتقطها والكمبيوتر بينفذ اللي مطلوب منه. فده جهاز برين جيت كان يعتبر نقلة نوعية كبيرة في طريق التحكم في الأشياء عن طريق العقل. ومن باب الدهشة كمان إنهم لقوا إنه مع التدريب المستمر الشخص اللي مشلول ده بيقدر يرجع نشاط أجزاء من مخه كانت عاجزة عن العمل. يعني عندك مثلا نشاط المخ اللي هو مثلا الجزء اللي مسؤول عن تحريك جزء معين في جسمك، الشخص المشلول كان الجزء اللي موجود في مخه ده كان عاطل عن العمل. مع التدريب ومع طلبه هو ان هو يدي اشاره لشريحه السيليكون بتاعت جهاز برين جيت، الاجزاء اللي كانت مصابه بعطب دي او ما كانتش بتشتغل بترجع تشتغل تاني. فدي نقله نوعيه برضو في المجال الطبي. تقدر تقول ان جهاز برين جيت ده او بوابة الدماغ يعتبر يعني بوابة لدخول التحكم في الاشياء عن طريق المخ، لانه في المستقبل تقدر تحط لما نقدر نعرف انه
اي جزء من المخ بيعمل وظيفة ايه بالظبط، فنقدر نحط شرايح في اماكن متعددة على قشرة المخ، فبالتالي نقدر ناخد معظم الاوامر او الاشياء اللي مخنا بيصدر الاوامر ليها عشان تتنفذ، ناخدها ونخلي حاسب آلي او روبوت يقوم بيها بدلنا. فبالتالي الاشخاص المشغولين تماما يقدروا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، او حتى احنا كاشخاص نقدر فعلا نمتلك فكرة التحكم الكامل في الاشياء عن طريق التفكير. اما فكرة رفع الاجسام عن طريق التفكير، احنا اتكلمنا عن فكرة المحطة المركزية للطاقة. نقدر كمان نستخدم حاجة اسمها تأثير مسنر، وكنا اتكلمنا عنها في فيديو بتاع بتاع حقول الطاقة بتاع حقول الطاقة. تقدر تشوفه فيديو حقول الطاقة. تأثير مسنر بيقول ان انت لو عندك يعني موصل فائق، الموصل الفائق هو الموصل المقاومة بتاعته بتساوي صفر في درجة حرارة الغرفة. لو قدرنا نعمل موصل فائق زي ده، موصل فائق لما تحط فوقيه مغناطيس، الموجات المغناطيسية بتاعت المغناطيس ما بتقدرش تخترق الناقل الفائق، فبتخبط في الناقل الفائق وترجع للمغناطيس ترفعه في الهواء، فبالتالي تقدر انت تطير الاجسام في الهواء زي ما انت عايز. فلو قدرنا نعمل موصلات فائقة تقدر فعلا تشتغل كموصل فائق في درجة حرارة الغرفة، ساعتها نقدر نركب في الأجسام مغناطيسات، وإحنا نبرمج المغناطيسات دي أو نتحكم فيها عن طريق برنامج كمبيوتر أو حاجة، وبمخنا نقدر نخلي الشيء يرتفع لما نشغل المغناطيس بتاعه، فيرتفع على سطح الموصل الفائق أو ما يرتفعش. فدي برضو تقدر تقول إنها نقلة فائقة في طريقنا إن إحنا نرفع الأجسام في الهواء أو نطير الأجسام عن طريق التفكير. النقطة التانية برضو في القدرة اللي هي القدرة الإلهية دي، أو القدرة اللي بيدعيها الروحانيين، إن هو قدرة تحويل الأجسام، تحويل الأشياء أو المواد من مادة لمادة. يعني أنت مثلا لو عندك حجارة، إزاي تقدر تحولها لذهب أو ألماظ أو أيا كان. الفكرة بتبدأ من ان احنا بنحاول نحصل على يعني تقدر تقول عليها ادوات ذريه. يعني مثلا زي ما تقول ان انت زي ما احنا عندنا مثلا يعني بلدوزر او حاجه ميكانيكي بيهد ويشيل الحاجات، احنا عايزين نعمل ادوات زي ديت في حجم الذره، بحيث ان الادوات دي تقدر تدخل للمواد وتقدر تكسر ذرات المواد وترتبها زي ما هي عايزة، بحيث انها تحول اي مادة مادة تانية. هتقول لي والله طب الفكرة مش منطقية. لا، الفكرة موجودة في الطبيعة. انت عندك الطبيعة بكل بساطة بتحول الطعام اللي احنا بناكله لكائن حي اللي هو الانسان. بعد 9 شهور الطعام اللي بتغذى عليه الام بيتحول لكائن حي اللي هو الإنسان. ففكرة تحويل مادة لمادة تانية أو تحويل مادة غير حية لمادة حية ديت موجودة في الطبيعة قدرت تعملها، لكنها احتاجت كم مليار سنة عشان يبقى عندها القدرة دي. فالقدرات دي موجودة في الطبيعة فعلا. ففكرة امتلاك الأدوات الذرية دي اللي هي تقدر تدخل للمادة وتغير تركيبها وتحولها لمادة تانية، دي اللي احنا بنسعى فيها، بحيث ان احنا نمتلك فعلا القدرة على تحويل المواد أو تحويل مادة لمادة أخرى. وببساطة علشان تعمل الموضوع ده أنت محتاج مواد بناء، ومحتاج أدوات قص ولزق، ومحتاج أدوات أو مخطط تركيب. وده اللي بتعمله الطبيعة في حكاية تحويل الطعام لإنسان. إن الطبيعة عندها مواد البناء اللي هي الأحماض الأمينية والبروتينات، وأدوات القطع واللزق الريبوزات اللي هي بتقطع وتلزق على هيئة المخطط اللي هو الدي ان ايه أو الشفرة الجينية اللي هي بتكون الكائن الحي زي ما هي عايزة. دي كانت فكرة عن امتلاك قدرات التحكم في الأشياء عن طريق التفكير ورفع الأشياء في الهواء وتحويل مادة لمادة تانية. بشكر أي حد شاف الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل له شير، والسلام عليكم.